بعض الناس راه داير غزاوه فيهم الجهل وما حاسينش براسهم، ومنهم هذا الدواحه. اختي ما عند مني انتي، انا ما خرجتش بفيديو نتاع ليبرا نتاع الحمل وجايبه واحد مصري وما عرفت شنو كتخربقي ودايره راسك طبيبه. انا اللي معنيه بالامر، وما قلبت لا على فيديو، ما كلفت راسي لا نقلب على فيديو ولا انا اللي قالت لي طبيبه جيت حطيته. انت خارجه بلا عجز، ما عندك خدمه، ما عندك ولاد تقابليهم، ما عندك ولاد طيبي لهم، ما عندك ولاد تصبني لهم ولا تحكي لهم في راسهم. مشيتي كتبحثي في في الجوجل باش تجيبي اليبره اللي دارت لبنى. حقيقه والله ما عندك الشغل، اقسم بالله ما عندك الشغل. سامحه المراه في ولادها، لا تطيب لهم ولا تصبن لهم ولا تخمن لهم، كتقلب اللبنه على اليبره اللي دارت وكتاكد لبنى عندها الولاد. انا عندي الولاد، انتي شغلك عندي يا لالا الولاد، وبغيت نبقى مخبعاهم انا ما نوريهمش. انتي شغلك فيا الصراحه. راك عيقتي بزاف. لا سيري قلبي على شي حاجه تستافدي منها انتي، شي حاجه اللي توريك كيفاش كيتعاملوا مع الراجل، كيفاش كيتعاملوا مع الاولاد. قلبي على شي حوايج كيهموك. كتقلبي لي على موضوعي انا اللي اصلا ماشي مهم. داك الموضوع كاع اللي برا اصلا ما درتهاش وما غنديرهاش وما محتاجاهاش، وكتقولي من الغيره ديالها هزت لي الراجل، من الغيره ديالها هزت لي بناتي، من الغيره ديالها هزت لي حتى كلماتي. اختي انا كيفاش هزيت لك الراجل؟ شكون اللي هزت الراجل الاخرى؟ شكون اللي انت عطيتيني الموافقه؟ ديك الموافقه غادي نبقى ندم عليها طول ما انا حيه ارزق، طول ما انا حيه ارزق كندم على ديك الموافقه. ولكن سبحان الله العظيم الراجل في ديك الايام ما كانش طبيعي، ما كانش طبيعي. ومن بعد ما تحيد له داك الشيء اللي كان واقع له رجع طبيعي. عاد انا فهمت شنو كان واقع له. عاد بقى انا كنت كنكري صحاب ليه راجل محروق حيت ولادو هذيك، ولكن كان واقع له واقعه. كنتي خادمه له الشغل ومن بعد ما زال له، حيت انا الراجل راه كيعيش معايا 24 ساعه وكنلاحظ التنفس ديالو الا تغير كنلاحظو، التنفس ديالو كنلاحظو ملي كيتغير. الراجل ما كانش طبيعي. ومن بعد ما حيد له داك الشيء، حيت كتمشي غير عند هادوك اللي كياكلوا لك فلوسك ويديروا لك داك الشيء غير خفيف. من بعد ما تحيد له داك الشيء وراجل رجع طبيعي نورمال، عاد انا فطنت مالو الراجل. ولكن الا نسمك مرا حره وبولداتك مرا حره، تعاملي معاه طبيعي كما كنتعامل انا، وجبديه بالمعامله الطيبه وحسن الخلق، والله لا جبدتيه. حيت ما كتقدريش، حيت ما تربيتيش على داك الشيء، وانتي ماشي من طبعك المعامله الجيده والمعامله والاخلاق. ما تقدريش انتي النهار اللي كتعاملي مزيان راه كتمرضي. خصك ديما تكوني بالمشاكل، ديما كتبكي، ديما نواحه، ديما ما تقدريش. اذا شنو غنمشي بخوخو خوخوخو. انا ديت لك الراجل، انت اللي ديتيه للراجل. انا عطيته لك ومتاكده وعندي ثقه في النفس من نفسي، وعارفك ما تقدريش تديه وما تقدريش تعانديني وما تقدريش تواجهيني بسلاحي اللي هو الطيبه والتدريويشت. عطيته لك بكل ثقه بالنفس، وما كاينش شي بنت المراه اللي تقدر ديرها. ما عطيته لكش حيت عليك انت، حيت لك عارفك ما كتسوايش، حيت عارفك شي حاجه زايده ناقصه ما غتزيدي في حياتنا، ما غتنقصي. عارفك غير شي حاجه زايده. ولكن انا بقاو فيا ديك الدراري، حيت الدراري عاشرتهم و صراحه ملي كان كينعس معايا ادم كيدق عليا في الباب وكينعس معاه، كيدق كيقول لي نعس معاك، ما كيبغي ينعس حتى مع شي بلاصه، حتى في شي بلاصه. كنحشيوه بين خواتاتو وكينوض، وفي ديك الوقيته كان البرد. وملي كنتفكر هادشي الصراحه كيجيني البكا، واخا ماشي ولدي
ولكن حسيت بالامومه من جهته ملي كان معايا. كيدق في الباب في البرد كيقول لك بغيت نعس معاك، وكنجيبو كنحشي، ما كيدخلش بيني وبين باه، كيدخل من جهتي انا، بجهتي ومن جهه الحيط، وكينعس حتى الصباح ما كيفيقش. تما كنت كنقول الا ما عطيتش الموافقه راه غنرتكب جريمه في حق هاد الدراري. هاد الولد خصو يعيش مع امو ويعيش مع باه. صحاب لك فكرت فيك انتي، والله ما كنتي كتهميني. انا نشدك على برا نحرك بحال الجبل وما نحنش فيك، حيت تستاهلي ما تسوايش. ولكن ادم اللي خلاني نعطي الموافقه، حتى واحد ما كيعرف هذه المعلومه خليتها في قلبي. ولكن اليوم انا غنعطيها لك، انا اعطيها لك خنجر في صدرك، انا اعطيها لك موس يذبحك. ادم ما كانش حس بان عنده كيدق لي في الباب باش ينعس معايا، باش يحس بالحضن الدافي في داك البرد. بس كندخلو وكنفكر فيه دائما، واعطيت الموافقه من اجله. انت ما تستاهليهاش ديك الموافقه. فعلا ندمت، حيت كتعيشينا في هذه المشاكل رغم انه ما مسوقين لكش، والله ما مسوقين لك هنا في الدار، حق الله ما مسوقين لك ولا مطلعين لك الطنوش. انت كتحاولي تفرضي راسك علينا، كتفرضيه فرض بفيديوهاتك، ولكن انا لك بالمرصاد من هنا الفوق. والله ما نبقى نحش منك ولا ندير اعتبار لاي واحد. كنت كندير الاعتبار ولكن ما غنبقاش ندير الاعتبار حيت ما تستاهليش. والبارح بينتي على المستوى ديالك وانا غنهبط عندك للمستوى ديالك. انا هبط ضرك الحمل ديالي اختي. انا شنقول لك، انا الحمل ديالك ما هز فيا شعره، ما هز فيا شعره الحمل ديالك. عرفتي علاش؟ حيت عندك جوج احتمالات. نهار اللي عرفناه، نهار اللي شمشمتي الخبر بانني حامله وخرجتي انت سبقتي، كنا عارفين السيناريو، عارفين السيناريو اللي واقع بلا ما نهضر في التفاصيل. نهار اللي خرجتي بالحمل عرفنا السيناريو اللي وقع، ودرنا جوج احتمالات لا ثالث لهما. يا اما حمل ديالك كاذب غارب الظن، هذا هو الاحتمال اللي كاين، واما راكي فسدتي وجبتيه من الزنقه. الا كان حملك كاذب راكي غتفرشي مع الناس ومع المتتبعين ديالك وغتفقدي المصداقيه وغتهبطي هبطه صاروخيه. وراكي بديتي كتهبطي. شوفي فيديوهاتك قبل اللايف طايحين واحد الطيحه ما راضيه، داكشي اللي خلاك ديري لايف عليا. الا كنتي فعلا حامله فرا يا ويلك يا ويلك وسواد